يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان اسكيب فروم بلانتيرز، واللي بيبتدي في الفضاء مع واحد اسمه سكورش واللي عمال يجري وهو مرعوب وخايف من حاجه. وعلشان نفهم سكورش ده بيعمل كده ليه هنرجع لورا شويه وبنشوف جاري اللي هو اخو سكورش بس عاقل عنه شويه، وهو بيوجهه في مهمه انقاذ الاطفال الصغيره اللي لوحدهم على الكوكب. وبيقول له جاري خلي بالك علشان الوحش اللي هناك مرعب ولو صحي هيقتلك. وطبعا علشان سكورش ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه بيفضل يلعب مع الوحش وياخد معاه سيلفي وهو حاطط راسه في بقه لحد ما يقول له اخوه اللي هيخلص علشان احنا ورانا شغل. فبيروح سكورش على سفينه فضائيه موجوده في المكان واللي المفروض يروح عليها بالراحه، بس هو طبعا بيقلب الدنيا وبيعمل دوشه لحد ما بيدخل جوه السفينه. ولما ما يلاقيش فيها اطفال بيفضل يعيط ويقول ان قلبه كان حاسس ان الوحش اكلهم، بس بيقول له جاري لف وراك كده هتلاقي الاطفال نايمين على الارض وما حدش عامل لهم حاجه. ولما بيشوفهم سكورش بيفضل يلعب معاهم ويهزر، وكل ما اخوه يقول له انجز يقول له لا يا عم شكلهم كيوت وهم نايمين وانا لازم العب معاهم. وبيفضل جاري يحذرهم من الوحوش لحد ما بيصحوا فعلا من صوت سكورش العالي. فبياخد سكورش الاطفال على ظهره وبيطلع يجري بيهم علشان يهرب من الوحوش. وبيقول لاخوه جاري انت ضحكت عليا وقلت لي انهم 12 بس. فبيقول له لا انا قايل لك انهم 12000 بس انت اللي ما كنتش مركز معايا قوي وانا بتكلم. وبيفضل جاري يوجه اخوه يقول له يعمل ايه لحد ما بيقدر اخيرا انه يهرب من الوحوش يرجع بيهم تاني للكوكب اللي عليه اخوه واللي اسمه كوكب باب. وطبعا اول ما بينزل سكورش من السفينه الفضائيه يلاقي كل الشعب واقف علشان يحتفل بيه بعد ما انقذ الاطفال، ومحدش عارف انه ضيع اصلا وانقذ نفسه بالعافيه. المهم ان بعدها بتتصل لينا مديره جاري بي وبتقول له يقول لاخوه سكورش يجهز نفسه علشان عندهم مهمه جديده بعد ما استقبلوا رساله استغاثه من كوكب بعيد. فبيقول لها جاري لا معلش علشان تفرق دي كوكب بعيد فين يعني؟ فبتقول له ان المهمه في الكواكب الضلمه، ودي كواكب عمر ما حد راحها ورجع منها سليم قبل كده. وبيقوم علشان يروح يقول لاخوه الكلام ده، بس بيتصدم لما يلاقي سكورش واقف وعمال يعمل انترفيوهات عن المهمه وبيقول للناس انا عارف ان المهمه دي خطيره بس مش عليا انا، ده انا اجمد واحد هنا في الكوكب. وبيتضايق طبعا جاري لما يسمع الكلام ده ويقول له انت المفروض تسكت وما تطلعش اسرار المهمه كده لاي حد. بس بيقول له سكورش انت خايف من ايه؟ وبعدين ما انت بتفضل قاعد هنا توجه وانا اللي ببقى في وش المدفع، سيبني بقى اقول اللي انا عايزه. ولما بيلاقي ان جاري زعل منه بيقول وايه يعني مش مهم انا كده كده اعرف اعمل المهمه من غيره. وبيروح علشان يشغل السفينه الفضائيه وبياخد كمان معاه سكيبر ابن جاري علشان يعلمه شويه. وفي الوقت ده بيفضل جاري يجمع شويه معلومات عن الكوكب الجديد اللي اخوه رايح عليه، وبيلاقي انه كوكب كله دمار واخوه لو راح مش هيرجع. فبيروح يقول للمديره انه شايف ان سكورش تافه وما يقدرش على المهمه، بس بتقول له انت مالك اصلا انت تنفذ الاوامر وانت ساكت. وبعد كده بيروح جاري لسكورش وبيقول له انت ما تنفعش المهمه دي ولازم تعتذر. فبيقول له سكورش وانت مالك خلاص لو انت شايف انك مش قدها انا مش عايز مساعده منك. وبيعرفوا ان كده كده شغل السفينه الفضائيه من غيره وانه قدامها نص ساعه وتطلع بيه. وطبعا بيتنرفز جاري اكتر وبياخد ابنه ويرجع بيه البيت، وهناك بيقابل مراته كيرا اللي بيقول لها اللي حصل وان اخوه سكورش عارفه في عيشته، فبتقول له ان ده اخوه الوحيد ولازم يخلي باله منه. وبعدها بيلاقي جاري صوره ليه وهو صغير مع سكورش، فبيفضل يفتكر الذكريات الحلوه زمان لما كانوا صحاب. ولما بيشوفوا سكيبر متاثر كده بيقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول له لا ما تشغلش بالك ده انا بشوف الروبوت ده. وبيدوس سكيبر على الروبوت علشان يشغله بس بيطلع بايظ وبيفضل يطير في كل مكان ويكسر كل اللي بيقرب منه، وده طبعا بيعصب جاري اكتر ما هو متعصب. وبعدها بقى بيبدا البث المباشر لرحله سكورش للكوكب الضلمه اللي هو المفروض كوكب الارض يعني، واللي كل الناس بتفضل قاعده علشان تتفرج عليه. وطبعا سكيبر اول واحد بيتفرج لانه شايف انه عمه سكيبر ده قدوته وعايز يبقى زيه لما يكبر. ولما بينزل سكورش من السفينه الفضائيه بتاعته بيفضل ماشي لحد ما يلاقي بنزينه وعليها اضواء كتير وفي بالونه كبيره قدامها، وطبعا لانه بيتصرف اي كلام بيروح يفضل يرقص مع البلالين لحد ما بيشوفوا الشرطه اللي بتروح تكسر الكاميرا اللي بيصور بيها رحلته وبياخدوه معاهم ويقبضوا عليه. وطبعا كل اللي بيشوف كده بيترعب وبيقول علشان كده ده كوكب فقر اللي بيروح عليه مش بيرجع. وبيجري سكيبر على ابوه يقول له انت لازم تعمل كل اللي تقدر عليه علشان ترجع عمي تاني. فبيقول له ابوه ان سكورش هو اللي مشي لوحده من غير ما يطلب مساعدته علشان يزعل سكيبر ويروح اوضته. وطبعا بيروح له بعدها جاري علشان يقول له انه يعمل كل اللي يقدر عليه، بس بيلاقي ان ابنه هرب من السرير بتاعه ومش موجود في البيت. فبينزل جري علشان يقول لامه اللي بتقول له اكيد راح علشان ينقذ عمه فيبقى هنلاقيه في المكان اللي فيه سفن الفضاء. وفعلا لما بيروحوا هناك بيلاقوا سكيبر قاعد في سفينه فضاء وبيحاول يشغلها علشان يروح ينقذ عمه. ولما بيشوف جاري كده بيحس على دمه اخيرا وبيقرر انه ياخد هو السفينه ويروح لسكورش. وبتجري كيرا بعدها على لينا وتقول لها مش انت
شفت اللي حصل يبقى لازم تساعدينا وتبعتي شويه جنود ورا جاري، بس بتقول لها لينا ان ده مرفوض وبتسيبها وتمشي من المكان. وبعدها بقى بنشوف جاري اللي بيوصل الارض عند منطقه 51 واللي بيقع فيها من السفينه الفضائيه بتاعته، بيفضل ماشي يدور على اي حاجه يعرفها لحد ما بيلاقي سوبر ماركت كبير هناك، فبيقرر انه يدخل يشوف ايه الدنيا. لما بيوصل بيلاقي اللي شغالين فيه بيتكلموا عن الفضاء الازرق اللي هو سكورش يعني، ولما بيلفوا بيلاقوا الجاري قدامهم فبيترعبوا منه ومش بيكونوا عارفين يتصرفوا معاه ازاي. وبيروح واحد منهم يدي لجاري عصير علشان يشغله، وفي الوقت ده بيكون اتصل بالجيش اللي بيوصل ويقبض على جاري وياخده معاه للمنطقه 51 واللي محبوس فيها سكورش برضه. وهناك بقى بيقعدوا جاري قدام شاشه بتعرض فيلم تعريفي عن البشر، وبعدها بيعملوا اختبار عقلي لجاري وبيكتشفوا انه عبقري. فبيقول الحراس انهم لازم ياخدوه عند الجنرال علشان اللي قبله كان متخلف. لما بيشوفوا الجنرال بيقول له انا محتاج اللي زيك علشان في حاجه عايز اعملها، انما اللي جه قبلك ده مش عايزين يشوفوا اصلا، ده قرفنا. بعد كده بيقول للحراس خدوا الجاري ده حطوه مع اللي زيه، وبيجي له اتصال فبيقلب المكتب وبيلبس باروكه ويحط وراه خلفيه علشان يعمل نفسه رومانسي، وبنعرف ان اللي بتتصل بيه هي لينا اللي بتحبه. وبيقول لها الجنرال ينفع اللي بيحصل ده؟ كميه المعدن اللي بعتيها مع سكورش مش كفايه للمشروع بتاعي، وانت عارفه انه مشروع مهم علشان لما يخلص احنا الاتنين هنحكم العالم. فبتقول له انها هتتصرف. بنعرف ان الجنرال ده ضاحك على لينا وبيخليها تبعت له معدن يقدر يعمل قنبله اقوى 10 مرات من اي سلاح نووي، في المقابل هيتجوزوا ويحكموا العالم مع بعض. المهم بنروح بعدها لجاري اللي محطوط في زنزانه ومعاه واحد لازق كده عمال يسيب سائل في كل مكان، فبيقول جاري لا دي مش هيجه بقى اللي احنا فيه ده قرف. وبيسمعوا الدوك اللي بيقول له احنا هنا كلنا في تجربه، يعني عندك اللي معاك في الزنزانه ده اخترع الشاشه التاتش، واللي هناك اخترع بحث بالذكاء الصناعي علشان مش عايز الناس كل شويه تيجي تساله عن حاجه. بيقول له جاري انا مش عايز اعرف كل واحد عمل ايه، انا مش عايز قرف وخلاص. ولما يسمع صفاره الغداء كله بيطلع من زنزانته الا واحد بيفضل يشخر، وطبعا بيعرف جاري ان ده اخوه فبيروح يصحيه علشان ياكل معاهم. وبعدها بقى بنروح تاني لكوكب باب واللي فيه كيرا وابنها سكيبر عمالين يدوروا على اي طريقه يرجعوا بيها جاري وسكورش تاني، لحد ما بيكتشفوا ان السفينه بيكون عليها جهاز يخليها تتدمر اول ما توصل، وبكده كل اللي هناك دول مش هيعرفوا يرجعوا. وبتقول لهم لينا انها بتبعت اقوى عنصر في المجره لكوكب الارض علشان تساعد القائد اللي تحت، وان دي حاجه عاديه ومحدش ليه عندها حاجه. وبنرجع بقى لجاري اللي على الغدا بيلاقي سكورش بيقول له انت جبان اللي جابك هنا، انت المفروض مش بتقوم من ورا الشاشه يعني. فبيقول له جاري انا فعلا غلطان ان عملت كل ده علشان انقذ واحد مغفل زيك. وبينزل الاتنين ضرب في بعض بالفاكهه والاكل لحد ما الارض كلها بتبقى بتتزحلق، وكل الحراس لما بيوصلوا بيقعوا على الارض مش بيعرفوا يقبضوا عليهم. وبياخد جاري الاي دي بتاع واحد من الحراس وبيروح يفتح بيه البوابه علشان يهرب من هناك، بس بيلاقي الجنرال واقف قدامه بيقول له انت فاكر نفسك تقدر تهرب بسهوله كده؟ وبيكهربهم وياخدهم كلهم على السلاح اللي بيصنعه. وفي الوقت ده كانت لينا حبست كيرا وبتقول لها انت دلوقتي محدش هيجي يساعدك ولا في حد يعرفك اصلا. وبيوصل في الوقت ده سكيبر اللي بيحاول انه يساعد امه، بس طبعا بيمسكوا الحراس وبيرموه جنب كيرا. وفي الوقت ده بقى بيفضل جاري يسال ايه هو السلاح اللي الجنرال ده صنعه لحد ما بيفهم انه عمل سلاح يقدر يدمر بيه الكوكب، وكل اللي كان ناقصه عنصر واحد واللي وصل مع سكورش خلاص. وبيجرب الجنرال السلاح بتاعه علشان يلاقيه شغال زي الفل، وكل اللي كانوا محبوسين بيحتفلوا علشان كده خلاص قربوا يمشوا من المكان. بس بيقول سكورش ان السلاح ده لازم يتدمر وبيجري عليه علشان ياخد منه المفاعل وبيرميه على الارض يكسره. لما بيقول الجنرال لجنوده يقبضوا على سكورش بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما يخلص عليهم كلهم، بس في الاخر بيتقبض عليه وبيحبسوا الجنرال في زنزانه. وبيقول لجاري المفاعل ده لو ما اشتغلش تاني اعتبر ان اخوك مات. وبيرجع جاري لباقي الفضائيين اللي طبعا زعلانين منه لانهم كانوا خلاص هياخدوا حريتهم، بس بيقول لهم جاري انتوا اغبياء كده ليه؟ دلوقتي السلاح ده ممكن يدمر اي كوكب في الكون واحنا مش هينفع نصلحه. بس كلهم بيقولوا مش مهم جاري احنا نقدر نصلحه لوحدنا، وبيفضلوا يجربوا معاه يمكن تظبط معاهم. وبيفضل جاري واقف باصص عليهم لحد ما بيقول لهم خلاص انا هصلحه علشان نطلع كلنا من هنا. وبيروح جاري يفضل يصلح فيه شويه لحد ما يقول لهم خلصت، الموضوع ما كانش مستاهل كل اللي انتوا بتعملوه ده. وبيروح بعدها الجنرال يقول له انا خلاص قدرت اخلص المفاعل بتاعك ولازم تطلع اخويا حالا. فبيقول له الجنرال المشكله انك فاهم الموضوع غلط، انت عارف انا بعمل كل ده ازاي اصلا؟ استنى هوريه. وبيلبس الباروكه تاني وبيتصل بلينا اللي بتموت فيه وبيقول لها ما تلاقيش خلاص فاضل على الحلو تكه ونحكم العالم. وطبعا في نص المكالمه دي بيشوف جاري ان مراته وابنه كمان مخطوفين، ولما بيحاول انه يحذر لينا من اللي بيحصل بيقفل الجنرال السكه بسرعه. ويقول بعدها لجاري انت
عارف انا ليه بعمل السلاح ده؟ علشان ادمر كل كواكب الفضائيين واحد ورا التاني، لان زمان وانا صغير كنت واقف مع ابويا بنبص من التلسكوب ووقع علينا طبق فضائي قتل ابويا، وانا من يومها قررت ان اقتل كل الفضائيين. وبيقول الحراس يحطوا جاري في اوضه التجميد علشان يتحط فيها قدام اخوه سكورش، وبيقول له قبل ما يتجمد انه اسف على كل حاجه قالها قبل كده. وبعدها بقى بنروح لكوكب باب تاني، وده الكوكب اللي الجنرال عايز يبدا بيه، واللي فيه بيقدر سكيبر مع امه انهم يفجروا البوابات كلها بشويه قنابل كان سكورش اداها لسكيبر وهو بيلعب معاه. وبيطلعوا علشان ياخدوا سفينه ويروحوا لجاري وسكورش على الارض، بس مش بيعرفوا. وفي الوقت ده بيقرر الجنرال انه يدمر كوكب باب. لما بيضرب عليه القنبله مش بتشتغل والجهاز كله بيتدمر، لان جاري ما كانش يصلح الجهاز ولا حاجه. وطبعا المكان كله بيتدمر وكل اللي كانوا متجمدين بيطلعوا من اوضهم، وبكده كل الحيوانات الفضائيه اتحررت. وبيروحوا كلهم علشان يدمروا المكان وبيضربوا كل الحراس اللي في طريقهم. وطبعا بيجري الجنرال علشان يكلم لينا ويقول لها بعتي عناصر تانية، بس المره دي بتشوفها كيرا اللي بتقول لها ان الجنرال ده بيشتغلك ومفيش حاجه اسمها تحكمي معاه العالم ولا حاجه. وبيتخانق الاتنين مع بعض. وفي الوقت ده بيكون جاري اخد كل اللي كانوا معاه وبيركبوا السفينه بتاعت سكورش علشان يهربوا من الكوكب، بس طيران الجيش الامريكي بيطلع وراهم. وفي الوقت ده بيقعد سكيبر على لوحه التحكم علشان يقول لهم ازاي يقدروا يدمروا الجيش، وفعلا بيدمروه. قبل ما يهربوا بيطلع الجنرال اللي اخد البدله بتاعت سكورش وعدل عليها شويه وخلاها قويه، وبيفضل يضرب على السفينه الفضائيه بتاعتهم لحد ما بيقرر سكورش وجاري انهم ينزلوا يتعاملوا معاه بنفسهم. وبيفضل الاتنين يضربوا في البدله اللي لابسها لحد ما بيكسروها. ولما بيقع منها الجنرال بيقابلوا الفضائيين اللي قتلوا ابوه واللي قالوا لهم انهم من المستقبل وابوه كان هيدمر الكواكب كلها لو كان فضل عايش، علشان كده كان لازم يموت. وبعدها بقى بيرجع سكورش واخوه باقي الفضائيين علشان يتعمل لهم حفله كبيره، وبيقول فيها سكورش ان كل اللي حصل ده بسبب ان اخوه الشجاع جاري طلع وراه علشان ينقذه. وبعدها بيتجوز سكورش علشان يعقل ويسيبه من التفاهه اللي هو فيها دي. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تبخلش لنا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير ومع السلامه.